الرواية اللي قريتها وتحولت إلى لوحة فنية هي خاصة بالأديبة والروائية المبدعة ريم الكمالي. العمل اللي جسدته في هذه الرواية طبعا تركيز انصب على روزا اللي هي البطلة. عمل هو عبارة عن قصة أو مرآة لقصة حب أبدية. البطل يكون موجود وما موجود. نلاحظ أن في كل تفاصيل العمل الفني أبعاد للحبيب اللي هو حبيب روزا، في تشكيل الخطوط، في الألوان، في الصخور اللي موجودة، في حتى أصغر الأشياء اللي هي حبات الرمال. بالنسبة لمعرض خارج النص، طبعا في البداية أحب أوجه الشكر للأستاذة والأخت والصديقة العزيزة أسماء المطوع على فكرتها إن هي تجمع فنانين من مختلف الأطياف، سواء في الموسيقى، في التشكيل، في الرواية، في الإبداع، كل أنواعه.